أنا عندي 27 سنة، ومن سنين وأنا بحلم أتجوز خطيبي 28 سنة. أخيراً بدأنا نخطط لفرحنا، وكل اللي حوالينا كانوا عارفين إن اليوم ده حلم عمري. فجأة أختي 25 سنة أعلنت إنها هتتجوز في نفس اليوم بالظبط. اتصدمت، اتوجعت، خصوصاً إنها عمرها ما كانت مهتمة بالجواز قبل كده. قلت لها إن ده مش عدل، وإنها كده بتسرق اللحظة بتاعتي، بس هي قالت إنها صدفة. بس إزاي صدفة وأنا حاطة التاريخ من بدري وخططت كل تفصيلة ودفع عروبانات كبيرة؟ الناس كلها اقترحت نضم الفرحين مع بعض، بس أنا مش قادرة أقبل إني أشارك اليوم الوحيد اللي كان نفسي فيه طول عمري. أختي طول عمرها الطفلة المدللة، كل حاجة بتيجيلها بسهولة، ودلوقتي حتى فرحي حاسة إنها مش فاهمة يعني إيه تخطيط ولا تعب ولا انتظار سنين. الأصعب، العيلة ابتدت تاخد صفها، قرايب قرروا يسيبوا فرحي ويروحوا فرحها، حتى وصيفة الشرف بتاعتي سابتني وراحت معاها. فرحي اللي كنت ببنيه تفصيلة تفصيلة بيقع قدامي وأنا واقفة لوحدي. خطيبي شايف إني مكبرة الموضوع، بيقولي ده مجرد يوم، بس بالنسبة لي ده مش يوم، ده حلم وذكرى وإحساس إني أخيراً اتشفيت صح. وأختي مبسوطة، بتتكلم عن الصدفة الجميلة وكأن وجعي مش موجود. أنا مش عايزة أكون أنانية، أنا بس كنت عايزة يوم واحد يكون ليا.